اهلا بكم في الفيديو الخامس من سلسلة الاير فلو. لو متابع السلسلة من الاول هنفتكر ان احنا كتبنا الداجز او الدايركت اسايكليك جرافس وعملنا تيستنج ليهم جوه الداتابيز وجوه البايثون وعملنا لهم انتجريشن مع بعض واشتغلنا وشفنا الاوتبوتس اللي احنا متوقعينها شكلها عامل ازاي. النهارده بقى في الفيديو ده هو وقت الجد، هنبدأ نشغل كل اللي احنا عملنا له سيت اب في الفيديوهات اللي فاتت ونشوف المومنت اوف تروث في الاير فلو. هنبدأ نشغل الاير فلو باستخدام الداجز، هنبدأ نتفرج على الداجز وهي بتشتغل جوه الاير فلو فعليا، بمعنى اخر ازاي ناخد الكود بتاعنا ونشغله ويطلع نتيجة والنتيجة تشتغل لوحدها او الكود يشتغل لوحده، ينسرت جوه الداتابيز ويبدأ يابديت وتبص على المونيتورنج بتاعك جوه الاير فلو. هنتفرج ونشوف ازاي نتابع الداتا وازاي نتابع التاسكس والجوبس جوه الاير فلو، ازاي الاوركستريشنز بيشتغل او طريقه التنظيم ما بين الجوبس المختلفه بتشتغل، لو في واحده مترتبه قبل الثانيه ازاي الاولى بتشتغل والثانيه بتشتغل، وده عن طريق ان احنا نبص على اللوجز جوه الداج او جوه الاير فلو. طبعا واخيرا ازاي نقدر نحلل الداجز والجوبس اللي بتشتغل وبتبقى سكسسفولي او فيلد، نشوف اسباب الفيلير بتاعتنا ايه، نشوف على اسباب المشاكل بتاعه الاكواد جوه الداجز وجوه الجوبس في الاير فلو وهي بتشتغل. الفكره في الفيديو ده مش هتتعلم بس ازاي تكتب داجز، لا انت هتتعلم ازاي تعمل مونيتورنج، ازاي تديبج الجوبس والتاسكس بتاعتك جوه الاير فلو، وازاي تتابعها وتوركستريت ما بين الجوبس المختلفه عن طريق المونيتورنج داشبورد بتاعتك. يلا بينا حضر الايس كوفي بتاعك، هنديك فكره على السريع لايت وانجوي يور ستاي. اشوفكم على خير. احنا بعد ما عملنا التاسك بتاعتنا وعملنا لها تنفيذ وشغلناها في اللوكال عندنا واتاكدنا ان التاسكات تمام، اتاكدنا ان الفانكشن شغاله تمام، اتاكدنا انها بترفلكت في الداتابيس تمام، حطيناها في الفايلز بتاعتنا في الداجز بتاعتنا، عملنا لها تو فايلز الهيلبر والداتابيس اناليسيس اندرسكور داج، وعملنا ديزاين للورك فلو بتاعنا، نفذنا او كتبنا الاكواد الاساسيه والتعريفات بتاعه كل تاسك، وبدا الخطوه اللي جايه او جه الدور على الخطوه ان احنا نبدا نفاير اب الاير فلو ونتفرج على التاسكات دي هل هي بتتنفذ، هل هي بتعمل ريفليكشن جوه الداتابيز ولا لا. خلونا نبص مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه بقول له دوكر كومبوز اب بالمنظر ده زي ما انتم شايفين الكود كده. اول حاجه بقوم قايل زي ما انتم شايفين هكتب هنا الكود او ال 9 اللي هو دوكر اللي هو رقم 5 ده، دوكر كومبوز اب. اوكي، برن الكود ده وبستنى من دقيقتين ل4 دقايق علشان خاطر يفاير اب الايه الاير فلو بتاعنا. طبعا انا والدوكر طبعا يعني قبل ما ابدا الفيديو انا شغلت الكوماند عشان استنيت تقريبا بتاع 4 دقايق، فدلوقتي المفروض يكون الدوكر بتاعي شغال، بس الدوكر والاير فلو بتاعي شغال بس التاسك لسه ما اتنفذتش او لسه ما اشتغلتش. اوكي، فالمفروض ان انا علشان ادخل على يعني المفروض ان انت داخل لما تيجي تدخل على الاير فلو بيبقى قدامك الايه الشكل ده، بتحط اليوزر نيم بتاعك اير فلو والباسورد بتاعك اير فلو وتعمل له ساين ان، وده فاكرين لو تفتكروا ده الادمن يوزر اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في الحلقه الاولانيه او الحلقه الثانيه بتاع الاوفر فيو. تمام، هتلاقي هنا السكادجولر بتاعك. بص انا عندي دلوقتي تاسك واحده بس اللي هي داتا اناليسيز ماي سيكوال بايب. مين الراجل المحترم ده؟ بص بقى اللي انت كتبته هماتش معاك اللي انت كتبته بالايه اهو. دي اسم الايه الداج بتاعك. الداج بتاعك الاي دي اسمه داتا اناليسيز اندرسكور ماي سيكوال اندرسكور بايب. هو نفس الايه هو نفس الايه الداج، اسم الداج بتاعك اللي انت بتشتغل عليه. اوكي، طب بص كده معايا اللي تحت داتا اناليسيز ماي سيكوال. مين دول اليونيك ايدنتيفايرز بتوعك بتوع الداج، ما جبناش حاجه من بره، ماي سيكوال وداتا اناليسيز. تمام، طيب
المفروض ان انت هنا بيديك طبعا عدد الرانز اللي موجوده، السكادجولر طبعا كل ده احنا شرحناه، هيقول لك هنا السكادجول بتاعك كل افري 1 مينيت. تمام. لغايه دلوقتي انا عامل له بوز، يعني ما شغلتوش، فانا دلوقتي المفروض ان انا افاير اب الايه التاسك بتاعتي، هكليك عليه كده ماشي، وابدا اشغل الايه او هعمل تريجر للداك بتاعي. اوكي. طيب دلوقتي ايه اللي حصل في التاسك الاولانيه اللي هي السيرت داتا اناليسيس، وفي التاسك الثانيه اللي هي ريد اناليسيس داتا. احنا عندنا اهو انسيرت اناليسيس داتا واللي هي ريد اناليسيس داتا. اول حاجه التاسك بتاعت الانسيرت بتتنفذ الاول، وتاني حاجه التاسك بتاعت الريد بتتنفذ ثانيا ماشي. فانا عندي الانسيرت اناليسيس داتا خلينا نرفريش كده الكود عشان خاطر اول نرفريش يعني. دي كده الانسيرت اللي هو داتا اناليسيس، والريد اناليسيس داتا كده انا عندي فيلير موجود. انا ما اعرفش الفيلير دوت ده حصل ليه. فالمفروض ان انا هروح على جراف، ابص على انسيرت داتا، هضغط عليه ضغطه، ابص على اللوجز، بيقول لك couldn't read the served log invalid URL. تمام، واضح ان في مشكلة في اللوج. ممكن نستنى تاني كده. اوكي. طيب كده اعتقد بدأ يشتغل معانا. ماشي، انا كده عملت تريجر تاني عشان اتاكد ان التاسكات هتشتغل تمام. المفروض دلوقتي بينفذ الانسيرت داتا، دلوقتي هي سكسسفولي اشتغلت، وبعدها الريد اندرسكور داتا اتنفذت سكسسفولي. فانا كده لو بصيت على الجراف، بص على الجراف بعد كده هضغط ضغطه او اشوف اللوجز. ادي اللوجز بتاعتي، ده البرنت بتاعي اهو، فاكرين البرنت بتاعي اللي انا اشتغلت عليه ده بتاع الانسرت. بتاع الريد نفس الفكره، هضغط عليه، هروح على جراف، هضغط عليه ضغطه واحده كمان، اضغط على اللوجز، هلاقي ايه الريدز بتاعتي بالمنظر ده. طيب حلو الكلام. تيجي نبص على الداتابيز، لان اصلا انا بانسرت في الداتابيز، فانا هفتح الداتابيز بتاعي. حلو كده. المفروض ان انا مثلا بقت دي 411. تعالوا نستنى، انا دلوقتي هعمل بوز للفيديو تمام، وهستنى كمان دقيقه بالظبط. اوكي. او ممكن نستنى مع بعض الدقيقه ديت، نبص على التيبل. هو دلوقتي حاليا 411. المفروض ان التاسكايه اللي جايه او الورك فلو الدقيقه اللي جايه الرقم ده يتغير. اوكي، الرقم ده يتغير لان انا هانسرت ايه داتا جديده. تمام. فتعالوا نستنى مع بعض. كده الدقيقه عدت والتاسك الثانيه بتاعتي اشتغلت زي ما انتم شايفين هنا بالمنظر ده. اوكي. والريكوردز بتاعتي اتعمل لها ابديتس ل 414. يبقى احنا كمان لو استنينا كمان دقيقه هنلاقي الداتا بتاعتنا هتجيت ابديتد برقم ازيد من 414. اوكي. ادي الداتا بتاعتنا اهيت، ده اللي هو ايه، احنا طبعا انا برن يعني كنت برن الداتا ديت من يوم 19 او اللي هو الداك ده من يوم 19/4. فهتلاقي هنا يوم 19/4، وبعد كده صورنا شويه يوم 20/4، وبعد كده صورنا شويه يوم ايه 24/4 2025. حلو كده 414. تمام. طيب لو جينا رنينا تاني كده اعتقد يعدي الدقيقه. لا لسه ما عدتش دقيقه. 414 ل 417 الثلاثه ريكوردز بتوعنا او الاربعه ايا كان بقى الريكوردز، نمبر اوف ريكوردز اللي احنا بننسرتهم. مش فاكر قوي احنا بننسرت كام ريكورد، ممكن نبص مع بعض. احنا تقريبا بننسرت 3 ريكوردز في يعني 3 ريكوردز كل مره. تمام.
فتمام. فده كده انا عندي ايه، طب انا ده لو اتاكد منين ان التاسكات بتشتغل؟ انا اول حاجه ببص على الستيتس بتاعه التاسكات. اول حاجه بشوف هنا كده معناه هنا سكسسفولي دان. تمام. في عندك ستيتسز فيه اللي هو الفيلد بيبقى احمر، الرننج بيبقى لونه اخضر فاتح اللي هو اللون الفوشي دوت اللي هو اللي موجود ده، و اللي هو الاخضر الغامق اللي انت شايفه قدامك دوت، وده معناه ان التاسك بتاعتك سكسسفولي. طبعا انت تقدر يعني تفلتر بقى، تبص كده يعني لو انت عملت هافرنج كده على الحاجات ديت هتلاقي ايه التاسكات بتاعتك اللي هي لو في مثلا حاجه راننج بتهافر عليها فهتبين لك تحت كده على الشمال القسم. هنا برضو تلاقي الكود بتاعك، انت لو عملت ابديت للكود في هنا هيتجيت ابديتد اوتوماتيكلي في النكست رن على طول، وهيبقى هو ده الكود الجديد اللي انت هتشتغل عليه او اللي هو اللي هيقراه ويشتغل عليه. يعني مثلا لو قلنا هنا مثلا الكاتيجوري قلنا مثلا لا مش هنا، المفروض ان ابديت هنا كيو 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 مثلا. تمام بالمنظر ده. اوكي. المفروض ان انا على التاسك اللي جايه، او لو عملت ريفرش كده عندي الداتا بتاعتي جيت ابديتد. تمام. اعتقد هو احنا تقريبا لحقنا الابديت ولا نستنى البتاع اللي جاي؟ لحقنا الابديت، يعني احنا عملنا ابديت للكود قبل ما التاسك اللي هي اللي كانت سكادجولد تترن. فتقريبا احنا كده ايه يعني الريكورد الثالث بالمنظر ده. فيعني الى حد ما كده احنا متاكدين ان التاسكات بتاعتنا بتتريد. يعني انا عندي التاسك بتاعت الانسيرت، لو جيت بصيت تاني كده قلت الجراف، ضغطت ضغطه كمان واحده على اللوجز، بصيت على التاسكات بتاعتي اوكي على البرنت بتاعي اللي انا عامل له برنت ماشي، وبصيت على الانسيرت برضو نفس الفكره. اللوجز بتاعتي هو بيقرا هنا الايه الداتا بيبرنت لو هو هيبرنت يعني اهو اللي هو الفيرست داتا اناليسيس سكسسفولي. فكده انت متاكد ان التاسكات بتاعتك شغاله تمام. طيب لو انا عايز دلوقتي اوقف الداج بتاعي دوت، مش عايزه يشتغل خلاص، انا مثلا عايز اعمل له بوز، اقوم ببساطه شديده زي ما انتم شايفين الماوس كده، اقوم رايح على التوجل دوت واضغط عليه ضغطه، يبقى انا كده ايه التاسكات بتاعتي وقفت بوزد قدامي. لو جيت شغلت الكود بتاعي او اللي هو الكويريهات بتاعتي اللي انا بعد بيها عدد الريكوردز، هتلاقيها ثابته بعد دقيقه او دقيقتين او ثلاثه، لان انا خلاص اوريدي التاسكات بتاعتي انا وقفتها مؤقتا، دي ايقاف مؤقت اوكي، بوز ان بوز للداج ماشي. طيب هنا طبعا هتلاقي هنا ديتيلد داشبورد، بتبص بقى على يعني التاسكات اللي بتتنفذ كل دقايق. يعني مثلا انت عندك هنا التاسك الاولانيه اللي هي اتنفذت قد ايه، الرن ديوريشنز، يعني بيديك statistics على البرفورمانس بتاع التاسكات بتاعتك. تمام. هناخد طبعا يعني فيديو كده ان شاء الله نبدا ازاي نعرف نحلل ونكسبورت الداتا بتاعتنا. لو نقدر نعمل اكسبورت نبدا نبص على الشارتس هتفيدنا في ايه، التاسكات بتاعتنا الانستنسز بتاعتنا، هنيفالويت ازاي البرفورمانس بتاع الشغل بتاعنا. لان انا طبعا او حضرتك لما بتيجي تشتغل او حضرتك لما بتيجوا تشتغلوا على اير فلو، انتوا مش بتعملوا 2 تاسكس، انتوا ممكن تعملوا مثلا 70 تاسك 20 تاسك 30 تاسك، ارقام كبيره وبتبروسسوا على يعني البروسيس بتاعتك بتبقى على داتا كبيره. فانت بتحتاج الى حد ما حاجه هوليستيكلي تبص عليها عشان تشوف البرفورمانس بتاع شغلك عامل ازاي، هل في حاجه ميسنج، هل في مش هتعرف. يعني هنا كنا بنعرف نجري ورا 2 تاسكس موجودين هنا نقدر نبص عليهم بطريقه سلسه وبسيطه، فما فيش مشكله. طب لو انا عندي 70 تاسك بتترن او عندي 20 تاسك بتترن في الداج، يعني 20 تاسك في الورك فلو، طب انا لو عندي كذا ورك فلو، يعني ده كده داج اسمه داتا اناليسيز ماي سيكوال بايب لاين ورك فلو، لو انا عندي كذا داج كذا ورك فلو انا اعمل ايه ساعتها؟ فبنحتاج برضو نعرف داجز بتاعتنا الاناليسيز بتاعتنا شكلها عامل ازاي. هنبص ان شاء الله في فيديو ازاي statistically
نحلل الداج، كل داج والبرفورمانس بتاعه، ونقدر نعرف مواطن القوه والضعف في التاسكات بتاعتنا، ونشوف البرفورمانس بتاعها اوفر تايم عامل ازاي. كده احنا خلصنا حته التمهيديه، ازاي نقدر نرن اول اوبريتور معانا. حاليا دلوقتي انت حملت الدوكر، حملت الماي سيكوال، حملت الاير فلو، شغلت الاير فلو، شغلت الدوكر، شغلت الماي سيكوال، عملت التاسكات، ديزاين للتاسكات، وعملت ديزاين للورك فلو، شغلت الورك فلو، بصيت على الداتا ريفلكتد سكسسفولي. ناقص ان احنا بعد كده نبدا نجيب، احنا كده شغلنا كده اوبريتور از تيست، نبدا نحط داتا فعليه، ونبدا نحط اناليسيس فعليه، ونبدا نشغل او نعمل هوليستيك اوفر فيو على الداشبورد، الباور بي اي داشبورد اللي هتتربط بالداتابيز، اللي هنشوف هتانلايز او هتشوف يعني هتريفريش الداتا، هتجيت ريفريشت ازاي، والتاسكات هتبقى اوركستريتد اوتوماتيكلي، بتشتغل بطريقه سلسه عامله ازاي. اشوفكم الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.